السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم غادي نصايبوا فطيره الراعي اولا شيفرد سباي. هي واحد الفطيره اللي كتكون فيها الخضر بزاف مع الكفته والبطاطا. فطيره اللي لذيذه ومشبعه وزوينه للدراري الصغار اللي باش ياكلوش الخضره بزاف. تقدروا تدخلوها لهم في هذه الفطيره، وحتى الكبار بما انها لذيذه فكلشي كيبغيها. غادي يحتاجوا اول حاجه هنايا الخضره. اكثر حاجه كتكون في هذا الباي هي البطاطا، فهنايا عندي بطاطا صغيره، داكشي علاش غتبان لكم كثيره، وعلى حسب الطبقه اللي كتبغيو ديال البطاطا، واش كتبغيوها كبيره ولا طبقه رقيقه. فانا هنايا درت طبقه موين. زدت جوج خيز زواز، كرعه خضراء وحده، بصله وثومه، شويه ديال الجلبانه. تقدروا ديروا اي خضره كتعجبكم، بحال شومبينيون، لوبيا خضراء مقطعه صغيره، اولا اي خضره تقدروا تزيدوها. غادي يحتاج كاس صغير ديال الحليب وكاس صغير ديال كريمه الطبخ، جوج جبن مثلث وجبن احمر، زيت نباتي. بالنسبه للتوابل عندي هنايا ثومه بودر، سكينجبير، بصل، ملحه، شويه ديال الزبده وكرافس وقزبر ومعدنوس. وطبعا اهم حاجه هي الكفته، وتقدروا تبدلوها باي نوع ديال اللحوم كتبغيو. انا استعملت هذا المول هذا الكبير، تقدروا تستعملوا لي مول الصغار بحال هادو على حسب الاختيار ديالكم. اول حاجه غادي نقطع بطاطا مكعبات، غنزيد عليها ورق الغار، الثومه والملحه، وغادي نخليها تسلق. من بعد غادي نشحر بصله في شويه ديال الزيت نباتي. البصله والثومه غادي نخليهم حتى يدبلوا شويه، ونزيد عليهم الخضره اللي بقات. من بعد ما قطعت الخضره كامله مكعبات صغار باش طيب ليا دغيا، كنزيدها على البصله والثومه وكندير فوق منها التوابل. الحاجه اللي نسيت هي تقريبا معلقه صغيره ديال البابريكا اولا فلفله حمراء، وتقريبا نص معلقه صغيره ديال الكمون. التوابل حتى هو تقدروا ديروا اللي كيعجبكم، انا هادو هما التوابل اللي درت. من بعد ما درت التوابل غادي نزيد هنايا الكفته. كيف قلت لكم هي شيفرد سباي في الاصل كيكون فيها الكفته، ولكن نتوما تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو، يعني ديروا كفته ديال الدجاج ولا الدجاج مقطع ولا لا داد، اي حاجه كتفضلوها تقدروا ديروها. ملي كتبدا طيب الكفته هنايا غادي ديروا مرق ديال اللحم ولا مرق ديال الدجاج، كاس تقريبا، وغادي تزيدوا معلقه كبيره ديال معجون الطماطم. من بعد غادي تزيدوا تقريبا كاس ديال كريمه الطبخ. هي اختياريه، يعني تقدروا ما ديروهاش، ولكن انا كنقول لكم كاع داكشي اللي تيدار في هذه الفطيره هذه، وانتم تقدروا تادابتيو داكشي على حساب اللي موجود عندكم. بالنسبه لي انا ما كانش متواجد عندي المرق، فدرت غير كاس ديال الماء عادي، والصراحه جات لذيذه. فتقدروا ديروا غير كاس ديال الماء، كيف كتشوفوا راه كاس كبير، و تكتفيو به. من بعد هنايا غادي نغطيها تقريبا 5 دقائق غير على ما تغلى ليا الكريمه، وغادي نطفي عليها. دابا كتكون البطاطا طابت، فغنزيد عليها معلقه ديال الزبده، الثومه اللي طابت معاها، وجوج ديال الجبن مثلث. قبل ما ندير فيها الحليب كنديرو يغلى شويه مع بصل وسكينجبير وشويه ديال الكوزه، على ما كيوليو فيه فقاعات في الجناب، فكنحيدو كنزيدو على البطاطا. ما تزيدوش الحليب كامل، كديروا تقريبا نص، والى احتاجيتو من بعد كتزيدوا النص الاخر. انا تقريبا درت كاس لاروب ديال الحليب، درت شويه ديال الفرماج احمر والبصل. في الاصل كيزيدوا فيها واحد الصفر ديال البيضه، ولكن انا فضلت انها تبقى هكا. في البول ديالي غادي ندير الطبقه الاولى اللي هي الكفته مع الخضره، كنقادها مزيان، ومن بعد كنزيد عليها البطاطا. من الاحسن انكم تزيدوها بهذا الشكل باش تسهل عليكم
فاش تبغيو تقادوها من الفوق كتجيكم ساهله، ما تسالش لكم معها الكفته. باش يجي الشكل ديالها زوين من الفوق وباش تخمر مزيان، فكناخد فرشات وكندير بحال هكا، بحال كيف ما كتشوفوا دابا في لا فيديو. من بعد غادي ندخلها الفران اللي مسبق اولا مسخن مسبقا على درجه حراره 240 او على حسب الفران ديالكم. غادي تبقاو مقابلينها حتى كتحمر مزيان من الفوق. وهذا كيكون هو الشكل النهائي ديال الفطيره. تقدروا تزيدوا فيها شويه ديال الفرماج احمر وترجعوه حتى يذوب، وكتخرجوها كتخلوها تبرد تقريبا 15 حتى 20 دقيقه، ومن بعد كتقدموها. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا متاكده انها غتعجبكم ان شاء الله. خليو لي لي كومونتير ديالكم ولا جيم، ما تنساوش تابوناو، وان شاء الله نتلاقى معكم نهار الثلاث فيديو جديد. خليت لكم الراحه، بسلامه.